الخواجة الإيطالي هو اللي بدأ الحكاية كلها. سنة 1993 فاروق حسني وزير الثقافة والآثار وقتها كان مسافر باريس. بالصدفة اتعزم على الغداء في معهد العالم العربي هناك، وده مكان ثقافي كبير بيعرف الناس بالثقافة العربية. في الغداء كان قاعد معاه مهندس إيطالي معروف وصاحب دار نشر كبيرة في إيطاليا، وهم بيتكلموا كده وسط الكلام جت سيرة الآثار. المهندس الإيطالي بص له كده وقال له: هو أنتوا هتعملوا إيه في المخزن اللي عندكم ده؟ فاروق حسني استغرب وقال له: مخزن إيه؟ الإيطالي قال له: المتحف المصري اللي في التحرير. ده مش متحف، ده مخزن تماثيل، كله حاجات تقريبا متخزنه في مكان واحد صغير ومش معروضه كويس. الكلمه دي وجعت فاروق حسني جدا واستفزته بمعنى الكلمه، فرد عليه بكل ثقه وقال له: احنا هنعمل اكبر متحف في العالم. الكلمه خرجت كده فجاه كنوع من الرد السريع، بس في الحقيقه لا كان في متحف ولا ارض ولا حتى خطه. بس الايطالي خد الكلام بجد وقال له: خلاص انا جاي لك مصر الاسبوع الجاي، ولو الموضوع ده حقيقي هجيب لك تمويل من ايطاليا. فاروق رجع مصر ودماغه شغاله في الموضوع. اول حاجه عملها انه اتصل بالرئيس مبارك وقال له الفكره، وحصل بينهم الحوار ده. مبارك قال: هنجيب فلوس منين يا فاروق؟ فاروق حسني رد عليه وقال له: يا ريس، المشاريع الكبيره والناجحه التمويل بيجي لها لوحده. مبارك سكت شويه وبعدين قال له بالانجليزي: جو هيد. ومن هنا بدا الحلم. فاروق اختار مكان المتحف قدام الاهرامات على طول، وراح للسفير الايطالي وقال له: احنا عايزين دراسه جدوى وعايزينها هديه منكم لمصر. وفعلا فضلوا يشتغلوا على الدراسه دي 4 سنين كامله. وفي نفس الوقت فاروق اعلن مسابقه عالميه لتصميم المتحف اتقدم فيها حوالي 1750 مكتب هندسي من كل دول العالم، لحد ما فاز التصميم اللي عمله المهندس هينجن بينج وشركته الايرلنديه روزين هينجن. وفي سنة 2002 بدأ الحلم يتحقق واتحط حجر الأساس. كان المفروض يفتتحوه سنة 2011، لكن الأحداث اللي حصلت وقتها وقفت المشروع تماما. سنين عدت والمشروع كمل بشق الأنفس لحد ما أخيراً الحلم بقى حقيقة، وبقى عندنا فعلاً أكبر متحف في العالم، مش مخزن زي ما الخواجة الإيطالي كان بيقول. اللي عمله فاروق حسني مش بسيط، الراجل ده كان فنان قبل ما يكون وزير، وفهم يعني إيه ثقافة وآثار. هو اللي عمل مكتبة القاهرة الكبرى وبنى قصور الثقافة في محافظات مصر كلها، وكمان لوحاته اتعرضت في متاحف عالمية زي المتروبوليتان ومتحف هيوستن للفنون. عشان كده مش بس نقدر نقول عليه وزير ناجح، لا ده رمز من رموز الثقافة والفن في مصر، واللي كلمته العفوية قدام خواجة إيطالي خلت حلم المتحف الكبير يبقى حقيقة بعد سنين. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. وكمان عملنا قناة جديدة مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطة لما تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو، وهيظهر ليك اسم القناة التانية تقدر تشترك فيها بكل بساطة، وهتلاقي هناك قصص جديدة عن أبطال أكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات أكيد هتعجبك بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحلة الحكايات اللي ما بتخلصش.